كورين. شايف واضح بالصورة. الشوط الأولاني 1 فريق الاتحاد السوفيتي في دقيقة 30. فايدور سجل هدف. لا شيء منتخب الكويت الوطني 15 اللي نزل. اللي هو كورين. لعبة الكرة توصل سنترت توصل جهة اليمين. الشوط الأولاني 1. كرة ملعوبة في نص الملعب بيحصلها وبشوت طرابلسي. بيصدها طرابلسي وبيتابعها اللاعب من الاتحاد السوفيتي. بيتابع كرة حلوة لاعبها على طول لما طرابلسي صاحي وفي اوف سايد. لعبة الكرة وتوصل إلى جمال يعقوب. جمال بينقلها ناحية وليد الجاسم إلى جمال يعقوب إلى سعد الحوطي. حوطي بينقلها جهة اليمين. توصل إلى نعيم. نعيم بيلعبها لجاسم لحمود فليطح بيطلعها منه. لعبت سبعة هو اللي طلع ريفار ونزل بداله كورين. كرة ملعوبة توصل هجمة خطرة الفريق الروسي. كرة ملعوبة يقطعها حمود فليطح. ترجع مرة ثانية وتوصل ناحية وليد. كرة وليد مشارك لكن في صفارة وفي فاول. صاح منه وليد الجاسم. ريفار بدال كورين 15 بدل 17. فاول لفريق الاتحاد السوفيتي. كرة ملعوبة تلعب بيحصلها وخطرة بشوت تروح الكرة برا الملعب اوت. 15 كورين اللي توه نازل بشوت كرة انما تطلع الكرة برا الملعب. كرة مع طرابلسي. ثبت ضربة مرمى طرابلسي. لعبها لمحبوب للطرابلسي. كرة مع محبوب. جمال يعقوب. نعيم سعد. نعيم مغطي عليه اللاعب سيرجي شافلو. ينقلها ناحية الشمال توصل لوليد الجاسم. كرة مع وليد. وليد بينقلها لفتحي لمراقب من اللاعب المدافع وفي فاول على اللاعب من الاتحاد السوفيتي. لعبت على طول توصل الى وليد الجاسم. وليد بينقلها طويلة كرة قدام توصل ناحية جاسم وناحية فتحي لكن اغرب لها المدافع من الاتحاد السوفيتي. بيلعبها طويلة قدام وتوصل في نص الملعب. حصلها كورين. داخل معاه محبوب. خدها مرة ثانية. وصل لمحبوب اللي متقدم وفي هاندبول. لمسة يد على اللاعب من الاتحاد السوفيتي. محبوب اللي بيتقدم وبيصل الدخيل وهذا حمود فليطح. هذا الدخيل. شوت الدخيل انما تروح الكرة وين؟ تطلع الكرة برا الملعب اوت. طبعا هو الحقيقة الوصول لدور الثمانية شيء مثل ما قلتم مو سهل طبعا وما كان طبعا انما شباب الكويت ايضا اللي وصلوا في اول فرصة لهم في دورة اولمبية يوصلون لدور الثمانية امام فرق اوروبا الشرقية فرق قوية ومجموعة صعبة. كرة ملعوبة على طول توصل الى دازيف لعبها وترجع مرة ثانية وانما تطلع الكرة برا الملعب اوت.
5 دقائق مضى من زمن الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة ما زالت لحد الآن 1. الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي لا شيء. منتخب الكويت لعبة رمي التماس. كرة مع الكسندر، يوري يلعبها جهة اليمين إلى تنجيز، يما يوري تنجيز تقدم فيها كرة معاه، يلعبها يقطعها حمد، توصل إلى سعد الحوطي، سعد الحوطي فيصل الدخيل، كرة مع الدخيل، الدخيل بيعدي، كرة مع الدخيل وبيلعبها لحمد فليطح في الطول منه، طول حبيبه توصل مرة ثانية تلعب في نص الملعب، بيحصلها يردها مرة ثانية وتوصل في نص الملعب ناحية شمال، تلعب إلى سيرجي شافلو، إلى كورين، كورين كرة معاه ماخذها ماشي، كرة مع كورين 15 تو نازل بيعدي من نعيم جهة يمين، كرة معاه وداخل معه وطلعها بيعمل كرة خطرة يبعدها محبوب وتوصل إلى فيصل الدخيل، دخيل كرة معاه يلعبها على طول لنعيم سعد جهة اليمين، كرة مع نعيم، نعيم بينقلها لكن بينقلها خطأ، نعيم تصل ليوري، يوري بيدفعها توصل مرة ثانية عند محبوب، محبوب بيهدي اللعب بياخذها محبوب جهة اليمين على طول إلى حمد، وحمد حمد كرة معاه فيصل الدخيل لكن قصيرة توصل للاعب 8 اللي هو فلاديمير، فلاديمير ماخذها وماشي، كرة معاه فلاديمير بينقلها داخل معاه توصل لحمود فليطح بيفاول على وليد الجاسم. 7 دقائق مضى من زمن الشوط، وشايف أن الفريق الاتحاد السوفيتي هو اللي ضاغط، وكرة ملعوبة توصل جهة اليمين وبيحصلها إلى بايدور، كرة معاه بيلعبها عرضية ناحية الشمال توصل إلى أوليك، أوليك إلى كورين يباصيها ترجع مرة ثانية في النص يستقبلها اللاعب اللي هو بايدور، بايدور ينقلها جهة يوري، كرة ملعوبة وهات تأخذ كرة اللعب وتوصل وخطرة أوفسايد، جول جول، كرة ملعوبة هاتوا خذ إلى 10، واضح مثل ما طريقة لعبهم هي هاتوا خذ وتلعب، ودفاع الكويت بيلعبون على طريقة دفاع واحد، يعني المرور منهم المرور من كل الدفاع، وتسعة اللي هو يوري، يوري بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 8، في الدقيقة 8 يوري سجل الهدف الثاني، لأن في تغطية الدفاع بيلعبون من مركز من البداية طريقة هات خذ وانتو، وهذه طريقة صعبة جدا في المرور من دفاع الكويت، توصل لحمود فليطح، وفليطح بيلعبها لفيصل الدخيل، والدخيل كرة معاه بيلعبها على طول لحمد، وحمد تروح منه وتطلع الكرة برا الملعب كورنر. أنا في رأيي يعني شايف أنا طبعا نعيم سعد كان يلعب مصاب، فلذلك شايف أنا شوية لعب ناحية الشمال أكثر، لاحظ أكثر في الكرة ملعوبة تلعب توصل انما يبعدها المدافع بلعبة الكورنر، ياخذها فليطح يلعبها، وفي توصل لحمد وحمد، وفي راية مرفوعة، وفي اوفسايد مع انه حاول ناوي. نعم، اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء، ومنتخب الكويت الوطني، ومثل ما قلت لكم طبعا فريق الاتحاد السوفيتي ايضا فريق ما هو سهل، وصل لدور طبعا الثمانية، وفريق المؤهل والمرشح لكسب البطولة، وطبعا مع ألمانيا الشرقية ومع تشيكوسلوفاكيا، وكرة ملعوبة، ومع يوغوسلافيا كرة ملعوبة توصل جهة اليمين، توصل هجمة خطرة، كرة ملعوبة تلعب جول. طيب لازم يخلون بالهم من اللعبات اللي فيها 1-2 هذه اللي بتلعب على طول، ولذلك يجيدونها إجادة تامة، وكرة على طول يفتحون فيها دفاع منتخب الكويت الوطني، لكن اوفسايد اللاعب سيرجي اندريف كان مقابل تسلل، كرة ملعوبة عند فتحي كميل ياخذها 5 منه اللي هو أوليك، يلعبها إلى 8 فلاديمير، إلى أوليك إلى